بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. شيخ وقف وسط زمايله في الشغل وقال لهم: إيه الهبل اللي بتعملوه في الكنايس ده؟ انتوا ازاي كده؟ ازاي راجل اللي بتعملوه في الكنيسة ده نجاسة؟ ازاي راجل يمسك حتة عيشة ويلمس فم كل السيدات ويحطها؟ قصده طبعا على التناول. فكان صعب جدا الكلام اللي قاله، لكن الأصعب اللي حصل معاه لما تجاسر ودخل الكنيسة وتناول من الأسرار المقدسة، واللي حصل بعد كده حاجة فعلا سببت له رعب. ايه اللي حصل مع الشيخ دوت؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في فيديو النهاردة. لكن في البداية حابة أقول لحضراتكم، لو حابين تسمعوا معجزات وأخبار الكنيسة فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل، علشان دايما يوصل لكم إشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها القناة. ولو فيديو النهاردة استفدتوا منه بنعمة ربنا فما تنسوش تضغطوا على اللايك وتشيروه الكل يستفاد معانا. أما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف التفاصيل من أولها. كان في واحد هو شيخ وبيشتغل في معمل تحاليل، وطبعا المعمل فيه ناس أصدقاء مسلمين ومسيحيين بيشتغلوا كلهم مع بعض في المعمل. فكان من ضمن الناس اللي هم أصحابه واحد مسيحي. فمن وقت للتاني الشيخ ده يفتح جدال في الدين وجدال في التناول والكلام ده. ففي يوم قاعدين بيتغدوا مع بعض، ففتح الجدال بتاعه. قال له: انتوا ناس صراحة بتخلوا العالم كله يضحك عليكم. قال له: ليه يعني؟ بنعمل ايه؟ قال له: انتوا بتجيبوا حتة حاجة مخبوزة وتقولوا للناس انه ده جسد وبتتناولوه، وده مش صح وبتخلوا الناس تضحك عليكم. قال له: مين قالك انه ده مش صح؟ ده جسد فعلا حقيقي لربنا يسوع المسيح، واحنا بنؤمن بكده. وصحيح هو مخبوز، لكن في وقت القداس ووقت التقديس اللي هو وقت حلول الروح القدس بيحل على القرابين، فبيحول المخبوز دوت إلى جسد حقيقي لربنا يسوع المسيح. فرد باستهزاء وقال له: كمان بتجيبوا كاس وتحطوا فيه عصير وعنب، انتوا بتسكروا في الكنيسة؟ قال له: انا ما اسمحلكش تقول كده. زي ما انت ما تحبش حد يتكلم بطريقة وحشة على حاجة انت بتعتقدها، فانا كمان ما اسمحلكش تعمل كده. اولا الحلول الروح القدس لما بيحل على الخبز يحوله لجسد السيد المسيح، كمان بيحل على عصير الكرمة ويتحول لدم حقيقي لربنا يسوع المسيح. قال له: انتوا بجد ناس عجيبة جدا ومعتقدكم عجيب جدا. يعني ايه يعني كاهن يقف في الاخر كده ويحط البتاع ده في بق كل الستات وايده تلمس شفايفهم؟ ده حاجة صعبة جدا، دي مش طهارة، دي مش عارفة ايه. وغلط في الكلام كتير. فصديقه المسيحي ده قال له: على فكرة احنا بقى نؤمن ايمان حقيقي وثابت ان احنا اللي بنتناوله اخر القداس. طول القداس بنصلي صلوات كاملة، وفي اخرها بنتناول فعلا دم المسيح وجسده. عايز تصدق وتآمن صدق، مش عايز تصدق انت حر، لكن ملكش حرية انك تهين الديانة بتاعتي. فالراجل سمع الكلمتين دولت وقعد يفكر فيهم. هو انا بقى حسبت له ان هما فعلا ايمانهم ده اي كلام، ومفيش حاجة اسمها جسد ودم، وده تخاريف وبيضحكوا عليهم ومغيبين وبيستخدموش عقلهم. ودي الكلمة اللي قالها له لما قال له لصديقه المسيحي: عايز تصدق تصدق؟ قال له: انا ما بصدقش. بيقوله صدق بالايمان، قال له: لا، انا ما بصدقش بالايمان، انا بصدق بعين العقل وعين العمل يعني. فقال: انا بقى حسبت له بالعمل وبالنظري ان هم ايمانهم مش على حق، وان هم بيضحكوا عليهم، وان هم مغيبين. فقعد يفكر يعمل كده ازاي.
هو عشان دكتور تحاليل وحاجات زي كده، قال مش هو بيقول انه الجسد والدم بيتحولوا، الخبز والخمر بيتحول لجسد ودم. طب انا بقى هثبت له ان انتوا بتتناولوا مجرد حاجة مخبوزة وشوية عصير بيضحكوا عليكم بيه. فجات له فكرة انه هيحضر فعلا في الكنيسة وهيتناول وهيشوفوا بقى هيحصل ايه. خد اجازة يوم الحد من المعمل وراح الكنيسة، أقرب كنيسة، ودخل فيها وحضر الصلوات. وطبعا هو كان قاعد عمال يستهزأ ويضحك على كل حاجة بتحصل في القداس، رغم انه ده أقدس شيء في الكنيسة هو وقت صلاة القداس. لكنه عشان مش فاهم أي حاجة في الصلاة فما كانش مدرك أهميتها وقداستها. يعني يجي الشمامسة تقول الألحان وتضرب بالدف، يقول ايه الناس ديت؟ هما بيبيعوا عرقسوس؟ ايه الهبل اللي بيعملوه ده؟ ايه والكلام اللي بيقولوه ده؟ طبعا هو لا فاهم معنى اللحن ولا عارف بيتقال ازاي، فكان بالنسبة له الامر كله مضحك. لكن استنى لآخر الصلوات، ولقى الناس بتبتدي تنسحب من التخت وتقف بنظام في طابور، والناس كلها واقفة في خشوع. فقال ده بقى ده وقت اللي بيتناولوا فيه. فلقاهم قبل ما بيخشوا الرجالة، طبعا هو وقت التناول بيبقى وقت مقدس جدا، وطول القداس بيبقى الناس واقفة في مخافة ربنا ومهابة ربنا، لأنه عارفين إنهم رايحين يتناولوا جسد ربنا يسوع المسيح ودمه. فوقت التناول بيقف الرجالة في طابور والسيدات في طابور، وبيتم تناول الرجالة الأول وبعد كده الأطفال والسيدات. فلقى الرجالة بدأت تقف، ف... وقبل ما يمشوا بياخدوا لفافة، فأخد هو كمان لفافة، والطابور يتقدم معاهم وعامل حسابه. ولما وصل لأبونا، أبونا ناوله، وأول ما اتضير بس جاب بسرعة حاطط المناولة اللي في بقه في علبة وقام قافلها وحاططها في جيبه، وقال جواه اما اشوف اخرتها انا لازم اثبت لكل المسيحيين ان هم بيضحك عليهم. وبعد كده رجع للتختة بتاعته، وجه ابونا للمرة التانية عشان يناول الناس كلها الدم، ولقى الرجالة بتقف، قام هو كمان واقف في الصفوف التناول وتناول الدم. وأول ما تناول عمل نفس الحركة، طلع علبة تانية وقام حاطط فيها التناول بتاع الدم وقفله. وبعد ما خلص القداس جري على المعمل، والمعمل في الوقت ده كان فاضي، فدخل حلل أول حاجة الدم. وبما انه دكتور تحاليل فاهم كويس جدا اللي هيشوفه قدامه، كانت الحاجة المرعبة جدا والصعبة اللي ما بقاش قادر يصدق وعقله كان هيشت منه. لقى انه الدم اللي بيحلله قدامه لشخص لسه نازف الدم ده من قيمة ساعة فقط، والدم الانسان حي وعمره فوق ال30 سنة. والدم لما حلله لقى فيه كرات دم حمراء وبيضة. اما فصيلة الدم فهي مش محددة، يعني ينفع لجميع البشر. طبعا لما حد يجي يتنقل له دم بيقول له انت فصيلة دمك ايه، علشان يجيب له نفس الفصيلة، ما ينفعش فصيلة مختلفة. فعشان كده السيد المسيح فصيلة الدم بتاعته مش معروف عشان تناسب جميع الفصائل بتاعتنا. قعد في حالة رعب يقول مستحيل مستحيل اللي انا شايفه قدامي ده. طب احلل الجسد اللي بيقولوا عليه بقى جسد. فحطه فعلا تحت الميكروسكوب فلقى ليه أنسجة، وكأنه يعني مقطوع الحتة دي من جسد إنسان لسه حي ولم يمت بعد. صرخ وقال إله المسيحيين حي. كلام صاحبي ده صح فعلا، ده بيتناولوا جسد ودم حقيقي. جرى على صاحبه ومستناش يشوفه تاني يوم وقال له إيه، انا عايزه اقول لك على حاجه بس اوعى تقول عليا مجنون او عبيط، انا شفت بعيني. انا مش قلت لك مش هصدق الا لما اشوف بالعلم؟ قال له هو ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم اي حاجه.
قال له انا رحت الكنيسة واتناولت. قال له يا نهار ابيض، انت ازاي تعمل كده؟ ما ينفعش حد يدخل الكنيسة يتناول الا لما يكون معمد. قال له اسمع بس اللي حصل. الحصل ان انا حللت الجسد والدم ولقيته فعلا جسد حقيقي، الانسان حقيقي ودم حقيقي، واللي طالع عليه انتوا صح، انت طلعت صح، انتوا صح بتتناولوا جسد ودم حقيقي. ولكم ان تتخيلوا ما حدث مع هذا الانسان فيما بعد. اللي عايزة اقوله ان انتوا وانتوا بتتقدموا للتناول بترشموا الصليب وتقولوا حقا يا رب ان هذا هو جسدك المبارك، وحقا يا رب ان هذا دمك الكريم الذي سفكته من اجلنا على عود الصليب لغفران خطايانا. ونتقدم للتناول بمهابة ومخافة. وطول وقت القداس علينا ان احنا نصلي ونطلب كل اللي عايزينه. عارفين البابا كرولوس السادس بيقول ان ابواب السماء كلها بتكون مفتوحة وقت القداس، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. وقت القداس للصلاة ولربنا، مش ان احنا نحكي ونتحاكى مع اللي جنبنا او نلتفت للي رايح او الجاي. ده اقدس وقت. ربنا يدينا نعمة وبركة بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم حلة الحديد في عيدها. النهاردة عيد العذراء حل الحديد. بنقولك يا أم النور في عيدك حلي كل صعب وجديد، ووصلي البطنة أمام عرش ربنا يسوع المسيح، وخليه يستجيب لينا ويفرح قلوبنا ويثبتنا للنفس الأخير على الإيمان المسيحي الأرثوذكسي. وزي كل مرة هيجيلي ناس هتشكك وتجيبتي منين وعملتي ايه، وانا عارفاهم المجموعة دي. عايز تصدق وتآمن آمن، مش عايز تصدق دور وشوف. لو انت بتقول عليا كذابة زي التعليقات اللي بتجيلي كتير جدا على الفيديوهات المشابهة لكده، انت كذابة، انت مش عارفة ايه، شكرا. لكن لو كنت انا كذابة فدور بنفسك وشوف بنفسك. قادر ربنا يفتح القلوب والعقول بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم وكل الشهداء والقديسين. اذكروني دايما في صلواتكم. أشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة.